هي هي نوعها شيرازي. عينيها لون ولون، عين عسلي وعين لبني. وهي جميلة جدا وطيبة، وانا نفسي اتعلقت بيها. انا مش عايزة اسيبها اصلا، مش عايزة افرط فيها. بس الفكرة ان انا عندي بيبي صغيرة عندها سنتين، والقطة من النوع اللي بتعمل حمام على الارض، يعني في الحمام. فانا عايزاها تعمل حمام في الرملة، فالاوبشن ده ما توفقتش فيه معاها. وحاولت معاها كتير وجربت معاها، هي ليها شهرين كده معايا. طيب يا منى، هي بتعمل كده عامة في العموم ولا أثناء بس ما هي بتكون طالبة تزاوج؟ هو انا معرفش، انا واخداها كبيرة، هي ليها شهرين معايا. فهي كبيرة، وانا معرفش اذا كانت هي طالبة تزاوج ولا هي اصلا حامل. لان الشخص اللي اخدتها منه، كنت زي ما كنت قايلة لحضرتك، كان مهملها خالص، وكان رميها على السطح بتاع بيته. طيب انت صندوق الفضلات بتلاقي فيه فضلات ولا مش بتلاقي خالص؟ بلاقي فيه بول بس، لكن البراز بتعمله على الارض. طيب انت حاولتي معاها انك تعلميها موضوع البراز؟ اه، ايوه، حاولت كذا مرة ولقيتها مش متقبلة خالص. عملتي ايه مثلا، عملتي ايه؟ يعني اخدت مكان ما عملت تويلت على الارض، اخدته حطيته بالجاروف في الرملة وشممتها المكان. وقعدت اعمل بايديها كده اللي هي تحفر. ومسحت المكان كله بخل ومية وبمعطر، بحيث ان انا اخفي الريحة من على الارض. طيب هل فلا، هي دايما بتعمل في نفس المكان ولا كل مرة في مكان مختلف؟ كل مرة في نفس المكان، اللي هي المكان الليتر بوكس انا حطاه لها في البلكونة، يعني بلكونة صغيرة كده معزولة عن الشقة. فانا حاطه لها فيها الليتر بوكس، فهي بتعمل حمام في البلكونة بس مش في الشقة كلها. يعني كل مرة بتعمل الستول بتاعها في نفس المكان اللي هو بره الليتر بوكس بس في نفس المكان؟ اه في نفس المكان. طيب انا هنصحك المكان اللي هي بتعمل فيه ده، اولا حاولي تجمعي النصيحه دي ان شاء الله هتنفع معاكي، حاولي تجمعي اكبر عدد من الستول بتاعها اللي هي بتعمله بره وتخليه في الليتر بوكس ما تشيلهوش. والمكان اللي هي بتعمل فيه بعد ما تنضفيه بالمعطر رش عليه فلفل اسود، يعني رش فلفل اسود بغزاره. امم هو الفكرة وهي ان هتعمل ان شاء الله باذن الله. انا خايفة ان هي تغدر معايا وتعمل حمام كده ولا كده في الشقة، وبنتي تشوفه لا قدر الله او تمسكه او كده. فهو ده اللي عامل لي رعب بصراحة يعني. لان هي مهما كان طب طفلة انت فمش عارفة. طعمتيها؟ طعمتها حشرات وطعمتها ديدان. الدكتور بصت عليها قالت لي هي ما عندهاش اي امراض تاني، هي بس كانت جسمها مليان حشرات. اديت 2 تطعيم لا لا حشرات لا لا، محتاجه، لازم محتاجه تقولي للدكتور ان هو يعمل لها تحليل التوكسوبلازما عشان خاطر يشوف لو عندها توكسوبلازما تعالجيها، تديها التطعيم بتاعه. ولو عشان خاطر ده اللي بينتقل للبنات، انت فاهماني؟ عشان بس مم. ان انت تبقي عندك الوقايه من المرض ده. انا شايف ان انت ما عندكيش، يعني ما عندكيش مشكله ان هي تستمر معاك، انت عندك مخاوف ممكن نعالجها وباذن الله يكون في قابليه ان هي تكمل حياتها معاكي. انت ايه هو رايك في انا الحل انا ده؟ فعلا انا اتعلقت بيها جدا، وهي طيبة جدا وشافت كتير قوي مع الشخص اللي انا خدتها منه. يعني الظاهر ان هو كان مش مهتم بيها او رميها في مكان وكده. فاللي هي ما صدقت ما جت بيتي. فاللي هي حتى اتعلقت بينا احنا كشخصيا في البيت. بس هي شكلها ربنا هزيل. يجازيك خير عنك. يعني هي شكلها هزيل جامد جدا. الهيكل العظمي بتاعها باين. شعرها بيتساقط بطريقة مرعبة، يعني بيتساقط بطريقة غير الطريقة الطبيعية للقطط. أنا ربيت قطط كتير قبل كده، قبل ما أجيب بنتي. ما شفتش قطة شعرها بيتساقط بالشكل ده. طيب ضوافرها ربنا يجازيك خير متكسرة. عنها، هي محتاجه اهتمام كده، محتاجه اهتمام، الله يخليكي. لو انت بتحبيها فانت بتحبيها، انا حاسس من طريقه كلامك انك عايزاها بس عندك مخاوف. الحاجات دي أيوة. صدقيني ليها علاج، ليها علاج. تغذيه بس كويسه، وديها للدكتور اعملي تحاليل التوكسوبلازما وتاكدي ان هي خدت فعلا هي انت بتقولي ليها معاكي شهرين بس صح؟ قرب الشهرين مثلا. استني عليها شوية، لسه التغذية ما بانتش عليها، لسه التساقط لسه موجود عندها. سرحي لها بالفرشة، بصي بصي الفرشة دي حلوة قوي، سرحي مم. بتبقى حلوة أيوة. قوي الفرشة دي. سرحي لها عشان الشعر ده يوميا، بس خدي من وقتك دقيقتين عشان تقللي التساقط بتاعها. وموضوع التويلت، خدي الستول، جمعي اكبر عدد من الستول بتاعها، حطيه في الليتر بوكس
وطالما هي دايما بتعمل في نفس المكان بره الليتر بوكس، بعد التنظيف التام رش فلفل اسود، وان شاء الله مع النصايح دي هي مش هتعمل كده. يعني انا كان نفسي الكاميرا تبقى شغالة عشان اوري حضرتك منظر الشعر اللي بيتساقط منها. يعني بيتساقط منها شعر بطريقة مرعبة يعني. مسافة، بس لو اولادي حبوها جدا ومتعلقين بيها، بس لو وطوا عليها بسوها يقوموا وشهم كله شعر. ما هو الشعر لازم انت تتخلصي من الشعر الميت بتاعها انا يوميا بالفرشه السريعه. بسرح لها على طول. لا، لو بتسرحي لها يوميا مش التساقط هيقل واحده واحده. امم يعني اعتقد انك مش بتسرحي يوميا، ممكن على فترات متفاوته. هو على فترات متفاوتة، بس اللي هو مش بعيدة، يعني ممكن يوم ويوم لأ كده. لا، يوميا اعملي كده عشان برضو ما تنسيش ان هي متبهدله وكان عندها سوء تغذيه. كل الحاجات دي بتعمل تساقط. احنا كبشر لما اكلنا بيبقى ما فيهوش الفيتامينز المهمه والحاجات دي، بنلاقي شعرنا بيقع، صح ولا لا؟ ايوه. يعني استني النصيحة عليها حضرتك شويه. ان انا ما اطلعهاش. اصبري عليها شويه، طالما بتحبيها خليها معاكي شويه. خلاص، الله المستعان. متشكرة جدا لحضرتك. انا هحاول اشتغل معاها فترة كمان وارجع لحضرتك تاني بإذن الله. برافو جدا، برافو جدا. تمام، شكرا. مبسوط انك كنت معايا يا منى، والله اتشرفت بيكي. شكرا جدا.